لكل اللي مهتمين بتحليل سلوكيات الشعوب في المراحل الانتقالية كانت بتقول إن ملامح العنف هتكون قاسية جدا، وإن أي ارتباك في أي مرحلة انتقالية بيكون نتاجه هو اقتتال في الشارع، يعني الناس تتخانق مع بعض، نروح للي كانوا بيختصروها ويبالغوا فيها ويقولوا عليها حرب أهلية. لكن لأن إيد ربنا هي اللي بتحمي هوية دينه وصحيح دينه في هذه الأرض، فخلى الزجزاج في كل المواقف ينتهي بفكرة الغربال، المنخل، اللي احنا بنسميها بشكل بسيط الفرز. بدل ما احنا نكتشف بعض في المرايات واحنا في حالة عنف ضد بعض في الشوارع، لا، احنا بنكتشفها والغربال بيوقع ما بين ايه؟ ما بين ثورة دائمة اللي هي عمرها ما بتكون في التاريخ، وما بين دولة، ما بين مشروع بيرتدي في مرحلة من المراحل فكر وعقيدة الأهل والعشيرة، ويرتد عندما يريدون تغييب البوصلة اللي انتوا بتسموها ضبابية الرؤية لفكرة الثورة المطلقة. فنشيل كلمة الأهل والعشيرة ونحط الثورة المطلقة، وفي المقابل يبقى مشروع الدولة. وفي الخناقة اللي شغالة ما بين المشروعين، في مشروع إرادته كان قوامها أكتر من 30 مليون من تعداد مصر، لمجموعة مرة ترتدي قناع الأهل والعشيرة، ومرة يتغيب قناع الأهل والعشيرة علشان كل اللي يلعب على الأرض يلعب باسم الثورة. والزجزاج شغال، بس لأن الزجزاج عامل كده بحدة، فاللي بيقع من على الشجرة كتير قوي، كتير قوي، لدرجة ان انتوا نفسكم بتقولوا طول الوقت هو احنا كل ما قلبنا يتعلق بحد نكتشف انه مش على قد المسؤولية. ارجع انا وارد بكل التحليلات والمذاكرة اللي بذلناها كفريق عمل، واقول لكم وبيقين ان ده كان اسهل المواجهات اللي ربنا اختارها لنا كشعب، لان البديل العنف والعنف المضاد. يبقى الزجزاج اللي انتوا بتسموه ضبابية الرؤية، يبقى الغربال، يبقى اللي انا بسميه عملية الفرز اللي شغالة ما توجعش قلبنا قد ما تخلي عينينا عارفة هنكمل المشوار اللي جاي مع مين، ومين اللي لازم يطلع من طابور تكملة المشوار القادم. هيبقى مواطن أسير ارتباكه، هيبقى مواطن أسير إنه بيسلم عقله ووجدانه لأي حد يعبئه، هيبقى مواطن لم يبذل المجهود الكافي لا في الوعي السياسي ولا في القراءة ولا في الوقوف على التفاصيل. إيه شواهدك أنت وفريق العمل على اللي بتقوليه ده؟ شواهد كتيرة. أول هذه الشواهد محاولة تشويه صورة الفريق السيسي. الراجل ده اللي أنا محتاجة منكم كلكم تجاوبوا على سؤال: من يرتدون الآن عباءة الثورة يطرحوه؟ احنا عايزين نسألهم وبجرأة شديدة فيما أخطأ هذا الرجل اللي اسمه عبد الفتاح السيسي. انتوا منزعجين منه ليه؟ اطلعوا قولوا لنا 1 2 3. هذا الرجل بيشكل على نفسيتكم عبء لأنه هادئ، لأنه لا يكترث بمن يسبونه بالألفاظ الخارجة على الأخلاق، لأنه غير مشغول بالحركة بتاعتكم وتارك ملعب السياسة لحكومة انتوا اخترتوها يا شباب الثورة، ولا انتوا ناسيين؟ انتوا بتختبروا أنفسكم علشان تثبتوا انه انتوا أنفسكم غير قادرين على ممارسة دور رجل الدولة وحكومة الدولة. يعني مش غريب قوي قدام كل اللي بيسمعوني دلوقتي ان نائب رئيس الوزراء هو اللي بيقول انه بينتقد قانون التظاهر؟ هو حضرتك بتمثل مين في الحالة دي؟ هو مين اللي أخرج هذا القانون؟ ومن الذي دفع به لمؤسسة الرئاسة لتقره؟ ومين اللي جاوب على سؤال رئيس الجمهورية 3 مرات علشان يقول له هل أنتم قادرون على إقرار القانون؟ فيرد الدكتور ببلاوي بنعم. يبقى الدكتور زياد هنا من يمثل؟ هل من حقه أنه يرتدي عباءة رجل الدولة عندما يكون في مجلس الوزراء، وعندما يكون في الغرفة الأمريكية أو في بروكسل يرتدي عباءة الرجل المهتم بالشأن العام؟
هل هذه هي مواصفات رجل الدولة؟ طيب، مع كل المحاولات من تسريب فيديوهات لتشويه صورة الرجل التي لا تنتهي واللي بيقع فيها مؤسسات صحفية ورجال إعلام، هديكوا آخر مثال. لما صحيفة ذات قيمة زي صحيفة المصري اليوم تنشر خبر مفاده إن الآن هناك من يطبع صور السيسي على البيجامات، في رأيكم هل السيسي مسؤول عن ده؟ ولا ربما الآلة الجهنمية لهذا التيار اللي بيحاول يكسر الدولة المصرية هي التي تروج لذلك، ويقع في الفخ إما من يريدون البيع وفقط، وقتها نسألهم انتوا عندكم شعور بالمسؤولية تجاه الوطن وخطورة اللحظة ولا لا؟ هل تفتكروا المسألة بعيدة عن من يديرون المشروع الآخر لكسر الدولة المصرية؟ هنا سؤال محدد، بس الحقيقة ان ده لإرادة 30/6 للي حطوا كل أهدافهم واضحة ومحددة. الحاجات دي تستحق أن نلتفت إليها؟ لا، قولا واحدا. الزجزاج يا مصريين بيخليكم تكتشفوا كل يوم من كنتم تتصورون أنهم قادرون على إدارة البلاد عندهم لحظات إخفاق غير عادية. يبقى الفرز ده هو رحمة ربنا بينا اللي بيخلينا نبقى واقفين على رجلينا وقادرين نكمل، لأن أي مشاريع أخرى هي المشاريع اللي بتحاول تأخذ الدولة بعيدا عن الدولة. ولو كان الأهل والعشيرة كان عنوانهم الدين، فالثورة عنوانها التمرد والرفض بلا طوال الوقت. طيب نسأل السؤال الأهم، من تقدمون لإدارة البلاد؟ لن نجد إجابة على الإطلاق. الأجمل إن الدولة تنجز والأهل والعشيرة يفسدون، والثورة المطلقة تصنع بؤر للفوضى. والمجمل إنهم عايزين يفكوا دولتنا. أنتم موافقين؟ هكذا توضع الأسئلة عندما نتعرض لشأن الوطن. قولا واحدا. طول الحلقة هنحط دلالات تؤكد وتثبت الكثير من المجهود اللي بذلناه علشان نجاوب لحضراتكم. هي اللحظة ضبابية واحنا مش شايفين اطلاقا، اللحظة زجزاج قاسي وحاد. ليه؟ لأن من يرتدون عباءة الثورة المطلقة استبدلوا عنف الأهل والعشيرة في البؤر التي كانوا يتحركون فيها، واختصروه على يوم الجمعة، وتركوا باقي الأسبوع للثورة المطلقة. الثورة المطلقة فعل غير موجود في التاريخ، لأن معناه عدم الاستقرار، معناه خراب الدولة، معناه إحلال الفوضى مكان النظام. وعلى الشعب المصري إنه يقرر، لأن الدولة تنجز الكثير، وهنتحدث عن إنجازاتها في تفاصيل عديدة من كل المضمون اللي هنتكلم فيه.